تعالى نعمله مع بعض النهارده. نشوي دبابيس فراخ في الاير فراير، ونعمل رز بسمتي، واقول لكم ازاي سر وطعم الرز البسمتي يطلع معاكي زي بتاع المطاعم بالظبط، واحلى كمان بكل التركات وكل التفاصيل. اول حاجه هنتبل الدبابيس. معانا معلقه كبيره من الكاتشب، ومعلقه كبيره من المايونيز، ومعلقه من الصلصه، ومعلقه من الزيت، ومعلقه من الخل، والبهارات بتاعتنا بصل وتوم باودر وبصل باودر وكمون وكزبره وفلفل اسمر والملح والسبع بهارات، وهتقلبيهم في بعض كويس جدا. وبعد كده تنزلي عليهم بقى بالفراخ او الدبابيس بتاعتك، تكوني عامله فيها شقات كده بالسكينه عشان ايه التتبيله تدخل لحد العظم من جوه وتتشرب كلها كده من التتبيله، تبقى طعمها حلو الدبابيس بتاعتك. وتسيبيها اقل حاجه ساعتين او هتغلفيها كده تعمليها قبلها كويس. بيوم تتشرب من التتبيله، وبعد كده تبداي بقى ترصها في الاير فراير. هتجيبي الاير فراير بتاعتك وتحطي فيها الورق اللي هو بتاع الزبده بتاع الاير فراير. لو مش عندك اير فراير بقى تقدري ترصيهم في صينيه وتدخليهم الفرن يتشووا، وغلفيه بس غطي الصينيه بتاعتك بورق فويل. هرصهم كده الدبابيس كلها كده في الاير فراير، وبقى التتبيله بتاعتنا اللي هي تبقى في البوله من تحت ديت هاخدها كده واحطها على وش الدبابيس بتاعتنا. وكده رصيت كل الكميه بتاعتي من الدبابيس. هما كانوا دبابيس وفيهم اتنين حتتين من اللي هما باقي الورك حطيتهم برضو في التتبيله. هاخدهم بقى وادخلها الاير فراير. اهم حاجه انا هعمل درجه الحراره بتاعه الاير فراير 165، واسيبها نص ساعه. تقدري تسويها على درجه حراره 180، وتخلّيها تستوي معاكِ من 20 ل25 دقيقة. بس أنا عايزاها تستوي براحتها عشان ما يطلعش فيها دم، وتبقى العضم بتاعها ما فيهوش دم خالص كده الدبابيس. فادخّلها على درجة حرارة 165 30 دقيقة، وفي النُص هاقلبها على الوش التاني، واشوفها برضه لو استوت. لو عايزة أزوّد وقت هازوّد وقت، وفي الآخر هاعلّي عليها درجة الحرارة عشان تاخد معانا اللون الحلو اللي إحنا شُفناه في أول الفيديو مع بعض. يالّا بينا بقى نعمل رز البسمتي، أقول لِك إزاي تعملي السر بتاعها بالضبط ويطلع معاكِ أحلى من بتاع المطاعم. هتنزلي كده بمعلقة سمنة كده على معلقة من الزيت، ويا سلام بقى لو سمنة بلدي. وبعد كده تنزلي عليهم بواحدة من القرفة الخشب، واحدة من الليمون المجفف، واتنين فصين حبهان، واتنين قرنفل. وتنزلي تشوحيهم كده مع بعض لحد كده في السمنة والزيت، لحد ما تحسي ان ريحة البهارات طلعت معاكي. احنا هننزل بس بالبهارات الصحيحة. وبعد كده تنزلي عليها ببصلاية صغيرة كده. انا نزلت مكعب بصل مفرزاه في الفريزر، ومنزله لكم طريقة التفريز. بتطلعيه كده من الفريزر، تنزلي بيه زي ما هو مجمد كده، متستنيش عليه ان هو يفك. تفضلي تشوحيه كده مع البصل مع البهارات كده، يدوبك بس كده يدبل معاكي ويبدأ بقى يصفر معاكي كده. تنزلي عليه كده بجزراية كده مبشورة. الجزر ده انا كنت بشراه معاكم برضو ومفرزاه في الفريزر. بنزل برضو زي ما قلت لكم بيه مجمد كده زي ما هو، مش بستنى ان هو يفك. وابدا كده اشوحهم كده كلهم مع بعض كده، البهارات والجزر والبصل كده مع بعض، لحد كده ما تحسي كده ان اللي هو لونه مصفر معاكي كده زي ما انت شايفه. تبصي تحسي كده في صفار معاكي اهوت، تبقى هو كده تمام قوي. هتنزلي عليهم بقى بالرز المسمي، تكوني غسلاه كويس جدا ونقعاه نص ساعه. ما تزوديش عن نص ساعة عشان حباية الرز تطلع معاكي سليمة، ما تطلعش معاكي مكسورة او معجنة. تشوحي بس كده دقيقتين كده الرز كده مع البهارات مع الجزر والبصل. وبعد كده تنزلي عليه بالبهارات البودرة. تنزلي بنص معلقة من الكركم، ونص معلقة من الكاري، وطبعا رشة الفلفل الأسمر أهم حاجة. ولو بتحبي تحطي الملح تحطي الملح برضو، تقلبيه معاهم. أنا بصراحة بحب أحط الملح على الوش، مش بحب أقلب الملح في الرز وكده. تنزلي كده وتقلبي. بصي بقى، عايزة حابة اللون غامق معاكي، هتزودي كركم كده لحد ما تاخدي الدرجة اللي انت عايزاها للرز. عايزة تستجي عايزة مثلا يبقى لونه مثلا زي ما انت شايفة كده، لون الصفار الفاتح ده تمام. عايزة تسيبيه ابيض يبقى بلاش كركم وكاري، هتحطي رشة الفلفل الاسمر بس وخلاص. هتشوحي بقى كده البهارات كده كويس كده في الرز. انا حسيت ان اللون لسه فاتح كده، عايزة يعني اغمقه شوية، فاحط شوية كده من الكركم كده واشوحهم كده مع بعض لحد كده ما احس ان الرز اندمج كده بالكركم كده كله مع بعض. طبعا لو حابة تزودي كمية الجزر المبشور تزودي، حابة كده تستكفي بالكمية دمت تمام. بعد كده هنزل عليهم بقى بمية سخنة تكون مغلية. اهم حاجة الرز البسمتي تنزلي عليه بمية سخنة مغلية. كوباية الرز الواحدة من الرز البسمتي بتاخد كوباية ونص من المية.
بتاخد الكوباية من الرز بتاخد عليها كوباية ونص من المَيّة المغلية في عاير الرز بتاعِك عشان تعرفي تضبّطي المَيّة بتاعته، هتقلّبيهم كده مع بعض كويس وتحطّي الملح وتسيبيه بقى على البوتاجاز على نار عالية. هتغطّي الغطا بتاع الحلة هتسيبيه موارب ما تقفليهوش على الآخر. ركّزي بقى في التفاصيل ديّة، هتحطّي الغطا تسيبيه متوارب كده مش مقفول مع الآخر، أول كده بُصّي ما تحسّي إن الرز شرب المَيّة بتاعته بس لسه في فقاقيع واللي هو في شوية مَيّة بساط تحت زي ما أنتِ شُفتِ كده، هتقفلي الغطا خالص كده وتهدّي النار عليه بقى براحته بقى، تسيبيه بقى براحته بقى يتلدّم مع نَفْسه كده ويتشرّب، يطلع معاكِ جميل ومفلفل وما يطلعش معاكِ حبّاية مكسورة ولا معجّنة ولا أي حاجة معاكِ خالص. بعد بقى ما يتلدّن كده ويتشرّب المَيّة بتاعته خالص كده، تبدئي بقى تقلّبيه، قبل كده ما تقلّبيهوش خالص ولا تحطّي فيه أي حاجة، تقلّبيه كده ولو مش عندِك اللي هي المعلقة اللي هي السيليكون تقلّبيه بالشوكة، ما تقلّبيهوش بمعلقة عشان تطلع معاكِ الحبّاية سليمة مش مكسورة، في الخطوة ديّة تقلّبيه بالشوكة لو أنتِ مش عندِك المعلقة السيليكون، عشان ما يتكسّرش معاكِ، هتقلّبيه كده تدّي له تقليبة كده وتغطّيه بقى وتسيبيه بقى يتلدّم مع نَفْسه كده لحد هنا ما الفراخ يستوي بقى معاكِ. طلّعتها في النُص أهيّة هاقلّبها برضه على الجهة التانية عشان تستوي معانا، وبعدين هارجع أدخّلها تاني الair fryer تكمّل السِوَى بتاعها. أهي شُفتوا؟ جميل أهوّة برضه هادّيها برضه تقليبة تانية كده، وبعد كده بقى هاعلّي بقى درجة الحرارة بتاعتها هاخلّيها على 200 عشان تتحمّر معانا وتاخد معانا اللون الحلو. ما تعلّيش درجة الحرارة إلّا لمّا تكوني اتأكدتِ إن الفراخ معاكِ استوت، في الخطوة دي بقى تعلّي بقى عشان تتحمّر معاكِ وتاخد اللون الحلو اللي أنتم شايفينه، شايفين واخدة معانا لون جميل إزاي حلو أوي، أوي، أوي. يا سلام بقى لو عندِك حتّة فحميّة بقى وتولّعيها وتحطّيها في النُص بقى كده تدّيكِ ريحة جامدة ولا كإنِّك شاوية الفراخ على الفحم. نطلّع بقى الفراخ من على الair fryer بقى في الطبق بتاعنا، وتعالوا بقى نكرمل شوية بصل نحطه تحت في طبق التقديم تحت الفراخ كده تاكليها. معانا هنا طاسة صغيرة أو أي حاجة عندِك هتنزلي فيها بمعلقة من الزيت وتنزلي عليها ببصلة، ببصلتين الكمّان بتاعها عندِك تكوني مقطّعاه كده جوانح كده، وتنزلي عليهم كده بنُص كده معلقة من السكر وتقلّبي فيه كده لحد كده ما تحسّي إن البصل معاكِ دَبَل كده وكرمل معاكِ، يبقى هو كده تمام معاكِ. على فكرة بيبقى طعمه حلو أوي، 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 أوي البصل ده. هنا بقى هاجيب طبق التقديم أهوّة، أحط عليه بقى البصل اللي إحنا كرملناه كده اتكرمل هنفرده كده في قلب الطبق، وبعد كده هاحط عليه كده شوية من الخضار اللي هو كزبرة أو بقدونس، بصراحة ما كانش عندي فريش بس كان عندي في الفريزر مفرّزاه، فخدت منه كده شوية برضه قُلت برضه هيدّي نفس الغرض، يا سلام بقى لو كان عندِك لسه فريش هيبقى تحفة أوي، حطيت كده شوية كده برضه كده للتزيين، وهاحط بقى فوقهم الفراخ. البصل والخضار ده هيشرب الفراخ برضه لسه فيها صوص كده بسيط، الصوص ده لمّا ينزل بقى على البصل كده والخضار هيتشرب بقى كده من طعم الفراخ بقى، فيبقى بيخلّي طعمها في حتة تانية خالص. جرّبي الطريقة ديّة جميلة، كمان لو كان عندِك بقى زبادي أو شوية لبن وكنتِ حطيتيهم بقى في قلب التتبيلة برضه، كانت بُصّي خلّت معاكِ الفراخ جميلة أوي، لإن اللبن أو الزبادي بيدّي طراوة للفراخ حلوة أوي، بس بصراحة في الوقت ده ما كانش عندي، فأنا استكفيت بقى بالتتبيلة اللي أنا عملتها معاكم. هاخد كده شوية كده من الصوص بس كده اللي هو نازل كده في الair fryer أحطه كده عشان البصل بس ينزل البصل ويتطعم منه، جميلة أوي. تعالوا بقى نغرف الرز، شايفين الرز معانا جميل إزاي، مفلفل وحلو وما فيش حباية معاكِ مكسورة ومش معجن معاكِ ولا حاجة، بس نسيت أقول لِك قبل ما تغرفي افتحي الغطا كده بتاع الحلة كده بعد ما يعني بعد ما الرز معاكِ يستوي، هتيجي بقى تقومي شايلة غطا بقى الحلة وتسيبيه كده 5 دقايق كده وهو مكشوف وبعد كده تبدئي تغرفي منه، صدقيني الخطوات دي هتفرق معاكِ أوي، شايفة الرزاية معاكِ ما شاء الله حباية الرز معاكِ سليمة زي ما هي، مستوية مفلفلة. مش مكسورة، ما فيهاش أي كسر خالص، الريحة بتاعته تجنن، تقلب معاكِ الدنيا، خلّي بالِك بقى تشيلي بقى الحاجات اللي هو الحبهان والقرنفل والحاجات اللي إحنا حاطينها عشان لو أنتِ بتقدّمي لحد كده ما يتقرفش وكده، لو قابلته وهو بياكل. كده غرفنا بقى طبق التقديم بقى بتاع الرز، شايفين ما شاء الله، ما شاء الله.
وكده باكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، تكون الأكلة بتاعتنا جاهزة وحلوة وجميلة وبسيطة وما خدتش وقت كتير معانا. لو وصلت معايا لحد هنا ولسه ما عملتيش لايك، أتمنى من حضرتك فضلًا وليس أمرًا تعملي لايك للفيديو وتشتركي عندي في القناة لو أنتِ حضرتك لسه مش مشتركة عندي. خدي جولة عندي في القناة، أنا واثقة ومتأكدة بإذن الله إن هي تعجبِك. آآ واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تقولوا لي لو جربتوا وصفتي بالطريقة ديّة، تكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي إيه رأيكم. ولو حابين أنزل لكم وصفة معينة اكتبوا لي في التعليقات وأنا أعملها معاكم وأصورها لكم. واشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.